السلام عليكم. عايز اتكلم معاكم على اشهر ادوية السكر في العالم واللي اثبتت نجاح منقطع النظير في علاج السكر، وكمان مرضى الكلى، وكمان مرضى القلب. الدواء ده ناس كتيرة جدا جدا في العالم بياخدوا الدواء ده، بس انا بقى عايز احكي قصته من اولها من سنة 1835 لغاية وقتنا هذا. الدواء ده مشهور جدا، انا عملت عليه فيديوهات قبل كده واتكلمت على الاثار الجانبيه بتاعته واتكلمت على الفوائد العظيمه بتاعته. فانا حابب اعمل بقى فيديو مجمع بقى احكي كل كبيره وكل صغيره عن الدواء ده، لعل وعسى الناس وهم بالملايين، مش عايز اقول مليارات يعني، بالملايين حول العالم بياخدوا الدواء ده لانه اثبت نجاح منقطع النظير. الدواء ده هو فورزيجا. فورزيجا واللي زيه. يعني ايه؟ المادة بتاعته اسمها داباجليفلوزين، فأي دواء فيه داباجليفلوزين زي الفورزيجا، زي الداباجليف، أو برضو الدواء التاني اللي هو امباجليفلوزين اللي هو الجارديانس، أو امباكوزا، أو أي حاجة تاني فيها كلمة امباجليفلوزين أو بينتهي بكلمة جليفلوزين. الدواء بينتهي بكلمة جليفلوزين، حتى المجموعة دي ممكن نقول عليها جليفلوزين جروب، لأن كل الأدوية بتنتهي بكلمة جليفلوزين. طيب ايه قصة الدواء ده؟ الدواء ده اصلا هو تم انتاجه او اكتشافه من شجر التفاح. شجر التفاح، بس مش من الثمرة نفسها، من الشجرة، من الجذع، من اللحاء بتاع الشجرة او من القشر بتاع الشجرة. فكان معروفة من سنة 1835، ولكن في سنة 1880 قدروا يعزلوا المادة دي، يعزلوا المادة كان اسمها فلوزين او فلوروزين. المادة دي قدروا يعزلوها، وكل واحد كان بياخد المادة دي كان بتنزل السكر في البول. زي ما احنا عارفين ان الفورزيجا بتشتغل عن طريق انها بتمنع رجوع السكر مرة تانية من الكلى للدم، فبالتالي بيخرج السكر عن طريق البول. فالمادة دي فلوروزين زمان كانت فعلا بتعمل الكلام ده، أعزكم الله. حتى الحيوانات لو كانت الحاجات دي برضو ده كان بيحصل معاها، ولكن كان ليها أثر جانبي خطير أو متعب جدا، خلى الناس ما تستخدموش تاني. كان بيعمل مغص، كان بيعمل إسهال، كان بيعمل حموضة في الدم، كان بيعمل تعب شديد جدا للي بياخده، وخاصة إنه كان بيتاخد بكميات كبيرة. فبالتالي بطلوا يستخدموه في سنة 1880. جم بعد كده سنة 1990، بعد 110 سنة، من 1990 لغاية 2000 بيحاولوا يصنعوا المادة الفعالة الفلوروزين دي في المعمل، بحيث انها تكون الآثار الجانبية بتاعتها قليلة، وكمان الامتصاص بتاعه او الكفاءة بتاعته تبقى عالية، لان المادة دي مجرد ما بياخدوها الكبد او الانزيمات بتاعت الكبد بتكسرها، وعلشان تجيب مفعول لازم اخد كمية كبيرة، ولو خدت كمية كبيرة بتظهر الآثار الجانبية بقى على الجهاز الهضمي، بقى المغص والإسهال والكلام ده كله، وممكن برضه حموضة الدم والكلام ده كله. فقعدوا 10 سنين من 1990 لغاية 2000 عايزين يطوروا في المادة دي علشان يعالجوا السكر بطريقة جديدة، ولكن للأسف ما نجحوش. لغاية ما جت سنة 2006 شركة بريستول مايرز سكويب بالتعاون مع شركة أسترازينيكا عملوا أبحاث عن المادة دي علشان يطوروها ويخلوا ملهاش آثار جانبية، وكمان في نفس الوقت ما تاخدش منها جرعة كبيرة وتعمل مفعول كويس جدا. وبالفعل بعد سنتين من الأبحاث في سنة 2008 قدروا يصنعوا الفورزيجا أو الداباجليفلوزين. طب قدرنا نطلع الداباجليفلوزين، طبعا بيجربوا في الحيوانات أعزكم الله في الأول، واثبتت نجاحها، وبجرعات قليله قدر السكر يخرج عن طريق البول. ابتدوا بقى يجربوا في البني ادمين، وعملوا دراسه لمده 4 سنين على عدد كبير من البني ادمين، لقوا الدواء فعلا ممتاز جدا جدا، وتقريبا ما فيش اي حاله كانت بتشتكي من اثار جانبيه خطيره، ولا حموضه في الدم، ولا اي مشاكل من المشاكل اللي كان بيعملها الفلوروزين اللي كان بيستخرج من الشجره بتاعه التفاح. فبالتالي عملوا اكتشاف عظيم
ونجحوا في سنة 2012 ينزلوا، وبالتحديد في شهر 11 2012 ينزلوا الفورزيجا في السوق الأوروبي. ولكن إلى وقتنا في سنة 11 2012 أمريكا ما كانتش معترفة بيه، لغاية ما جت أمريكا في شهر 1 2014 بعد تقريبا سنة و3 شهور اعترفت بيه، والاف دي اي ادت موافقة عن الدواء ده يستخدم لمرضى السكر من النوع التاني اللي هم ما بيعتمدوش على انسولين. وطبعا هنا كان الفتح الكبير لشركة أسترازينيكا وشركة بريستول مايرز سكويب اللي أنتجوا الدواء ده. ولكن بعد كده أسترازينيكا اشترت حقوق بريستول مايرز سكويب في كل أبحاث أمراض السكر في الفورزيجا وغيرها، اشتريتهم بتقريبا بأكتر من 4 مليار دولار، أكتر من 4 مليار دولار، وبقى الدواء حكر وملك لشركة أسترازينيكا فقط. طيب أمريكا لما وافقت على الدواء في 2014 وابتدى يستخدم على نطاق واسع وابتدى يستخدمه ناس أكتر بكتير جدا على مستوى العالم كله، بدأ تظهر الأعراض الجانبية بتاعة الفورزيجا أو الدباجليفلوزين أو المجموعة دي كلها اللي تنتهي بكلمة جليفلوزين. وطبعا أشهر وأخطر أثر جانبي كان ليهم هو الكيتو أسيدوزيس أو يوجلايسيميك كيتو أسيدوزيس أو حموضة الدم اللي اتكلمنا عليها وقلنا لو حصل وهو عرض نادر مع الدواء الممتاز ده احنا بنوقف الدواء فورا وبنروح نعالج حموضة الدم دي. وكمان يفضل نغير الدواء عن طريق الطبيب المختص. وقلنا ساعتها ان اشهر هذه الاعراض اللي لو جات لك وانت بتاخد الدواء ده هي اضطراب في التنفس او صعوبة في التنفس او سرعة في التنفس مع ريحة اسيتون او فاكهة في الفم، وكمان وجع غير طبيعي في الجسم واسهال ومغص وترجيع او احساس بالترجيع. كل الحاجات دي لما بتحصل يبقى احنا بنسبة كبيرة عندنا حموضة في الدم وبنروح نعالجها. وقلنا علاج الحموضة سهل جدا، بنعلق محاليل وبناخد أدوية سهلة جدا بتتعالج، لكن لو ما اتعالجتش بتبقى خطر، ربما يكون والعياذ بالله خطر قاتل على الإنسان لو ما اتعالجش من مثل هذه الأعراض. ففي 2015 لما اكتشفوا الأثر ده خلاص الناس كلها عرفت إن هو فعلا ممكن يعمل حموضة في الدم أو مشاكل في الدم. طيب بعد كده جه بقى النقلة الكبيرة لدواء الفورزيجا واللي خليته دواء على مستوى العالم، يعني من أكتر أدوية السكر مبيعا على مستوى العالم أو من أكتر الأدوية اللي بتدر ربح على شركة أسترازينيكا. ليه؟ في 2019 بعد 5 سنين من تسجيله في أمريكا وبعد 7 سنين من اكتشافه وجدوا إن ليه دور فوق الممتاز وخطير جدا جدا وجميل جدا 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 لمرضى القلب. وجدوا ان هو بيخفف الضغط على عضلة القلب او على القلب نفسه، فبالتالي بيخلي القلب يشتغل بعمر اكتر بفترة اكتر، ويخلي مشاكل القلب تقل، ويخلي الناس اللي عندها قلب اقل عرضة ان هم يروحوا المستشفيات او يتحجزوا في مستشفيات او والعياذ بالله يموتوا بامراض القلب. بعدها بسنة على طول في 2020 وجدوا كمان ان ليه دور خطير لمرضى الكلى. وجدوا ان هو بيخفف الضغط برضو داخل الكلى، فبالتالي بيحسن العمر الافتراضي ليها وبيقلل من تدهور الكلى ومن حدوث الفشل الكلوي ومن غسيل الكلى ويعمل وقاية لتدهور الكلى. فبالتالي كانت نقلة فوق الممتازة لدواء سكر ما بيسببش هبوط في السكر، دواء ممتاز جدا 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 بيتاخد مرة واحدة بس في اليوم، وكمان هيعمل حماية للكلى وكمان هيعمل حماية للقلب. هل ينفع اللي أنا مريض كلى أو مريض قلب ومش مريض سكر اللي ناخد الدواء ده؟ ينفع، لأنه ما بيعملش هبوط في السكر. فينفع لو أنت عندك مشاكل في القلب ينفع تاخده طبعا عن طريق الطبيب. ينفع لو انت عندك مشاكل في الكلى او تاريخ وراثي في الكلى، ان حد في العيلة مثلا مات مثلا بالكلى او حد قريب منك مات بالكلى، فممكن يتاخد كنوع من انواع الوقاية من تدهور الكلى والقلب. طب هل بيخسس؟ بيخسس.
بينزل الوزن. الناس اللي بتاخده وجدوا انه فعلا بينزل الوزن بشكل ملحوظ، فبالتالي يعتبر دواء ساحر من قديم الأزل. والعالم كله بيعتبر مادة الميتوفورمين هي العلاج الأول أو فيرست لاين دراج لعلاج مرضى السكر. ولكن في الآونة الأخيرة أوروبا ابتدت تعتبر الداباجليفلوزين أو الأدوية بتاعت جليفلوزين ديت هي الفيرست لاين دراج، وهي أول أدوية ممكن نستخدمها لمريض سكر. طبعا لأن زيها زي الميتوفورمين ما بتعملش هبوط في السكر. طيب احنا برضو قلنا شوية حاجات كده عنها. عملت فيديو قلت لو انت هتعمل عملية لازم توقفه قبلها ب3-4 ايام، توقف الدواء قبلها ب3-4 ايام عشان ما يحصلش حموضة في الدم. وقلنا لو انت صايم وما شربتش مية كتير قبل ما تصوم وقفه في اليوم ده، لان لازم تشرب مية كتير جدا معاه برضه عشان ما يحصلش حموضة في الدم. وقلنا لو انت عيان وتعبان ومش قادر تاكل ولا تشرب، وقفه في اليوم ده لغاية ما تخف وتقدر تاكل وتشرب. وقلنا والعياذ بالله لو انت بتاخد كحوليات برضه وقفه مؤقت، لو انت شربت كحوليات ما تاخدهوش مع الكحوليات. فبالتالي دي كانت حاجات قلنا ان الدواء لازم يتوقف مؤقت في الحالات اللي زي كده. وقلنا ان انت لازم تشرب ميه كتير. وقلنا علشان ما يحصلش عدوى للجهاز البولي، يحصل لك عدوى بكتيرية أو عدوى فطرية، فأنت لازم تشرب مية كتير، ما تحوش البول، تنظف مكان البول أعزكم الله سواء كان رجل أو امرأة عارفين طريقة النظافة الصحية إيه، وتنشف في المكان ده علشان ما يحصلش الأثر الجانبي ده اللي هو عدوى الجهاز البولي سواء بكتيريا أو فطريات. اخر حاجة برضو من الاثار الجانبية بتاعته النادرة والنادرة جدا انه ممكن يعمل نوع من انواع الغرغرينة في المكان ما بين فتحة البول وفتحة البراز لو ما حصلش نظافة كويسة. فبالتالي لازم يحصل نظافة في المكان ده، ولازم نهتم بالنظافة الشخصية عامة سواء انت بتاخد الدواء او ما بتاخدهوش. فدي حاجة مطلوبة، النظافة الشخصية أعزكم الله في الأماكن بتاعة البول والبراز. وأخيرا أنا كده قلت كل معلومة عن الفورزيجا، عن أي دواء بينتهي بكلمة جليفلوزين. لو حد ليه أي استفسار أو سؤال عن الدواء فأنا إن شاء الله جاهز للرد عليه، وبالتوفيق للجميع وربنا يشفي الجميع. وأتمنى أن أنا ما أكونش طولت عليكم. السلام عليكم.